بصفتي مواطنة مغربية أتضامن كل تضامن مع رجال ونساء التعليم، وأدين بشدة العنف اللي تعرضوا ليه من طرف السلطات. وكنا شفنا أستاذ كبير في السن كيتضرب من طرف رجل سلطة لا مسؤول قد ولده بلا رحمة ولا شفقة. وحنا كأولياء أمور كندينوا بشدة هذه الممارسات العدوانية ضد رجل التعليم اللي فاض به الكاس وتكلم على حقه اللي كيخولوا ليه القانون والدستور. رجال التعليم غاضبون، رجال التعليم مستاءون من عدة مظالم، من بينها التعاقد. والنقطة التي أفاضت الكأس هي الميز اللي وقع بين الموظفين في الزيادات اللي تعطات للموظفين وإقصاء الأساتذة من هذه الزيادات. وكنا كنعرفوا أن الأستاذ هو اللي في الواجهة مع جيوش التلاميذ، هو اللي خارج للميدان كيجاهد مع ولاد الشعب. وما أدراك ما ولاد الشعب، كاين اللي غير ولد واحد ومحمقه، فما بالك 40 واحد. صراحة هازين علينا بزاف والله. الأستاذ هو اللي واكل العصا، يعني هو أحق بالزيادة أيضا أو لا؟ إيوا جاوبوني. أقول ملي نهمشوا الأستاذ وملي نعنفوا الأستاذ وملي نقصيو الأستاذ وملي نقزموا الأستاذ، فالمستهدف هو التلميذ، والمستهدف أيضا هي المدرسة العمومية اللي هادشي اللي طاري هو بداية نهايتها. فحتى حنا أولياء الأمور ما عجبناش الحال. هادشي ولادنا حيت كيضيعوا من جراء هاد الإضرابات. لالا زينة وزادها نور الحمام. أصلا المستوى التعليمي متدهور في الحضيض، فزيدوا يا المسؤولين الخل على الخلول. وليدات المغرب ضايعين ولله المشتكى. فكنطالبوا المسؤولين يلقاو حلول جذريه لمعاناه الاستاذ وتحقيق كل المطالب ديالو، لاننا بلا تعليم ما كنسواو والو، وبلا تعليم ما غندركو والو، وبلا تعليم موتنا احسن من حياتنا. الا التعليم وكرامه الاستاذ خط احمر، كرامته من كرامتنا واهانته اهانتنا. كلنا اساتذه وكلنا المدرسه العموميه وكلنا الشعب المغربي الحر اللي ما كيرضاش بالظلم.